السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده زي ما انتم شايفين هنعمل الكشري المصري كله في حلة واحدة، وطعمه جميل جدا ما شاء الله، الف هنا ان شاء الله. وعملت جنبيه العيش المحمص زي محلات الكشري كده بالظبط، والدقة والشطة، وكل ده هقوله لكم في الفيديو. بصوا بقى يا بنات، شكل الطبق بجد تحفة ويفتح النفس، شكله جميل جدا ما شاء الله. اول حاجة هعملها الكشري اللي هعمله في حلة واحدة كله، هجيب حلة كبيرة احطها على النار كده، كان فيها شوية مية نشفتهم على النار. حطيت شوية زيت، بسم الله. وهنزل بشوية الشعرية، شوية شعرية حلوين، ازود شوية كمان، بسم الله. زودت شوية كمان وهحمرهم كويس كأني بعمل رز بشعرية بالظبط. هقلبه على طول، زي ما بعمل رز بشعرية. احمر الشعرية كويس، هقلبه تقليبة حلوة كده. الشعرية تمام، حلوة قوي لونها. هروح جايب الرز، كنت غسلاه ونزلته على الشعرية وأقلبهم كويس قوي. وزي ما قلت لكم يا بنات، هعمل الكشري كله في حلة واحدة. انا كنت مجهزه له المكرونة، مكرونة مقصوصة ومكرونة سباكيتي، وحطيتهم على الرز والشعرية. هقلبهم مع بعض. وادي العدس ده انا كنت نقعاه قبليها بساعة، نقعاه في شوية مية، ولا سلقت ولا عملت له اي حاجة. نقعته بس في شوية مية قبل ما ابدأ اعمل كشري بساعة. رحت منزلاهم كلهم مع بعض في حلة واحدة ومقلباهم تقليبة كويسة، وازود عليهم الملح والكمون بتوعي. بعد كده اقلب كويس قوي، اخليهم كلهم يندمجوا مع بعض، الرز والشعرية والمكرونة والعدس. بقلبهم كويس قوي، وحطيت لهم شوية ملح ابيض وشوية كمون، واقلبهم كويس قوي. وبعد كده انا بزود لهم المية كأني بسوي رز بالظبط. بقلبهم كام تقليبة على النار، عشان لو في مية ولا حاجة من غسيل الرز تنشف، عشان انا عاوزة كله ده يبقى مفلفل ومحمر. بقلبه كويس وبعد كده هنزل بيه بالمية، بسم الله. زي معيار مية الرز انا بسوي كأني بعمل رز بالظبط، نفس التسوية. بغطيه بالمية، كان ناقصين شوية مية، زودت لهم شوية مية كمان. كده انا غطيته خالص وبسيبه على النار لحد ما تغلي. بعد كده اوطي عليه، ادي غلت، اروح موطيه عليه تستوي براحتها. كان النار العين اللي جنبيها بجهز الحلة عشان اعمل الصلصة. ادي شوية زيت،
وهنزل بشفشق الصلصة الطماطم عشان نعمل صلصة الكشري. شوية طماطم حلوين بضربهم في الخلاط، بسم الله. وانزل الطماطم المضروبة. انا بضيف يا بنات في ضرب الطماطم معلقة سكر صغيرة عشان حموضة الصلصة. وعملت جنبيها الدقة، فرمت شوية فوق توم، فرمتهم كويس قوي، حطيت لهم شوية ملح صغيرين. وادي الصلصة على النار بتتسبك لسه قدامها شوية، بسم الله. دلوقتي هعمل الدقة. تطلع شوية زيت صغيرين وحمر فيهم التومة. واسيبها تتحمر كويس، بسم الله. انا بعمل كذا حاجة في وقت واحد عشان اخلص بسرعة، والصراحة ما خدتش وقت خالص. لما عملت الكشري كله في حلة واحدة كان ما شاء الله جميل جدا، ما شاء الله، وطعمه حلو قوي. بدل ما اعمل الرز لوحده والمكرونة لوحدها والعدس لوحده، لا عملتهم كلهم فعلا والله طعمه جميل جدا. واتابع كده التوم، اشوحها كده اخليها تاخد تحميرة حلوة. الدقة بتاعتي بقى اللي انا بعملها تحفة. ادي كده اتحمرت خلاص، لونها حلو قوي كده. هنزل عليها بشوية الخل. عايزة اقول لكم الريحة رهيبة. شوية الخل، وزودت لها شوية مية صغيرين. وحطيت لها شوية ملح وكمون، وهسيبها تغلي دلوقتي. تغلي تاخد غلوتين، شوية ملح، رشة كمون، واسيبها تاخد غلوتين كده حلوين. حطيت لي الصلصة، الملح، الفلفل الاسود، الملح في الصلصة انا بحطه اخر حاجة خالص اما تكون اتسبكت. دي خدت غلوتين خلاص كده حلوة قوي، قفلت عليها. هاخد معلقة منها ولا معلقتين، هنزلهم على الطماطم اللي بتتسبك على النار. لو مش عايزة تحطي التوم على الطماطم تمام زي ما انتي عاوزة، بس انا بحب اطعمه بطعم الطماطم، واحط عليها الدقة بتديها طعم وريحة حلوة قوي. تمام كده هجهز لهم البصل محمص. انا بعمله بطريقة حلوة قوي مقرمشة. جبت بصلتين كبار، هقشرهم واغسلهم، وهبتدي اقطعهم حلقات. بسم الله. هقطعهم حلقات كده، بسم الله. بعد ما بقطعهم حلقات انا بفكهم من بعض، بحطهم في الطبق كده بفكهم من بعض. وهقول لكم انا هعمله ازاي عشان يبقى محمص ولونه احمر كده وحلو. بجد بيدي طعم جامد جدا للكشري. هكمله، هكمل التقطيع واقول لكم انا بعمل ايه.
ادي تمام كده. انا كده قطعت البصل كله وفككته كده من بعضه، حلو قوي كده. هروح رشة ملح صغيرين، واحط له معلقتين دقيق، معلقة دي كانت صغيرة شوية، معلقتين 3 دقيق، واقلبيهم كويس. ده قبل ما تحمري البصل، وقلبيهم حلو قوي بالدقيق. ده هيخلي البصلاية مقرمشة. عايزة اقولك وانا بحمر البصل ريحته جميلة جدا، حلو قوي كده. تمام، لحد ما حاجة النار تفضى واروح محمراه، ركنته كده على جنب. جبت رغيفين عيش هقطعهم 4 كده، وهقطعهم تاني بحيث ان يبقى طبقة واحدة عشان احمره في الزيت، او حطيه في الفرن هيتحمص، بيبقى طعمه حلو قوي جنب الكشري. انا كده قطعته كله. الله اكبر، الله أكبر. رحت الصلصة خلاص كانت سبكت، حطيت لها مرقة وحطيت لها شوية ملح، وخلاص هي كده. الزيت بقى على الوش تمام، هي كده حلوة قوي. خدت كبشة كده صغيرة وحطيتها على الدقة، بتبقى لونها احمر وطعمها جميل. انا بحب احط شوية صلصة على الدقة. تمام قوي كده. بعد ما خلصتهم حمرت العيش. لو عاوزة تحطيه في الفرن حطيه في الفرن، بيبقى محمص وجميل قوي ومقرمش وحلو قوي جنب الكشري. انا كنت عملت العيش. تمام، بسم الله. عاوزة اقول لكم طعمه جنب الكشري جامد جدا ما شاء الله. الف هنا ان شاء الله. حطيت عليه شوية ملح وشوية كمون. لو مش عايزة تضيفي ملح وكمون تمام، بس انا بحب احط له شوية ملح صغيرين وكمون. وادي العيش المحمص. دلوقتي كنت بقلي البصل. عايزة اقول لكم ريحة البصل بالدقيق لما بتقلي على النار ريحتها جامدة جدا. انا كده كنت خلصته. عايزة اقول لكم مقرمش وحلو قوي ما شاء الله. هعمل دلوقتي شوية شطة حلوين. هجيب بولة صغيرة فيها شوية صلصة، وانا حاطة على الصلصة شوية دقة. تمام. بعد كده شوية شطة عليهم واقلبهم حلو قوي. ادي الشطة بقت جاهزة.
جميلة جدا، حلوة اوي كده. يبقى عملنا شوية الشطة، وادي شوية الدقة. بسم الله. زود لها نقطة خل كمان. حلوة قوي ما شاء الله، وريحتها جميلة جدا. وعملنا العيش المحمص والبصل. دلوقتي هنغرف الكشري. بسم الله. كان استوى، حطيته على جنب. ما شاء الله كله سوا واحد، رز وشعرية ومكرونة مقصوصة ومكرونة سباكيتا. بسم الله. والعدس، عايزة اقول لكم ريحته جامدة جدا ما شاء الله. عايزة اقول لكم لما عملته في حلة واحدة كان متطعم كله في بعضه، العدس على طعم الرز والمكرونة والشعرية، تحفة حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. بسم الله. عايزة اقول لكم كله واخد سوا حلو جدا. حطيت الصلصة وشوية البصل. كان عندي حمص عاملاه، حطيت شوية كده على الوش. عايزة اقول لكم ما شاء الله اللهم بارك، طعم تحفة وريحته جميلة جدا، بجد لازم تجربوه. لو وصلتوا لحد متنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل فيديوهاتي. وبالهنا. وادي العيش المحمص، ورصيت حواليه العيش المحمص، بجد طعمه جميل جدا ما شاء الله، وألف هنا. وادي الدقة والشطة، وألف هنا.